السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض السينابون او السينابون رولز او لفائف القرفه. هو معروف عندنا بالسينابون. السينابون من الحاجات اللي بتتاكل سخنه، والمفروض انها تتعمل وتتاكل على طول، ويا سلام بقى مع كوبايه قهوه كده، مزاج عالي. هعمله معاكم بخطوات بسيطه ومقادير بسيطه جدا، وغالبا موجوده عندنا في البيت، وبيتعمل في وقت قصير، مش بياخد وقت خالص. لو اول مره تدخل القناه ما تنساش تشترك في قناتي لو عجبك الفيديو. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. معايا هنا نص كوباية لبن، حط عليها ربع كوباية سكر، ومعايا معلقة كبيرة خميرة فورية. هقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هسيبهم في جنب عشان الخميرة تتفاعل مع اللبن، واللبن يا بنات يكون دافي. ومعايا هنا تلت كوباية زبدة، والزبدة تكون سايحة. هقلبها كويس مع اللبن، وهقلبها لحد ما تبرد خالص لانها كانت سخنة. وبعد كده هضيف فوقيها البيضة. ما ينفعش الحاجة تبقى سخنة واحط البيضة فوقيها كده، البيضة هتستوي. اسيب الحاجة تبرد خالص، او افضل اقلب فيها لحد ما تبرد. ومعايا هنا معلقة صغيرة فانيليا، طبعا في بيض يبقى في فانيليا. ومعايا هنا 3 كوبايات دقيق. انا كنت باخدهم واحدة واحدة، انزل حبة وبعد كده اقلب وانزل واقلب، علشان طبعا ممكن مثلا الكمية اللي انا عاملاها دي ما ياخدوش 3 كوبايات دقيق كلهم، على حسب نوع الدقيق اللي انتي مستخدماه. واهم حاجة الدقيق يكون منخول. تمام. وهقلب كويس بالمضرب طول ما انا شغالة، بقلب بالمضرب. معاكي مضرب تمام، بمعلقة تمام، اي حاجة قلبي بيها. طبعا هو لسه سايل يعني. لما لقيته بقى بدأ يكون عجين، بدأت اعمله بايدي، لان طبعا ايديا بتبدأ تتحكم في العجينة شوية. انا هنا كنت سايبة اخر حبة من الكوباية التالتة، قلت يمكن الدقيق العجينة ما تاخدش الدقيق كله، بس بالعكس الدقيق العجينة خدت ال3 كوبايات كلهم. وعلى حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، فخليكي مثلا اي عجينة انت بتعمليها مش في السينابون بس، نزلي الدقيق واحدة واحدة على العجينة لحد ما تشوفي قوامها بقى عامل ازاي معاكي. انا هنا هفضل اقلب فيها كويس لحد ما اشوف هي بقت سمكها بقى حلو يعني وكده ولا ايه. انا هنا كنت بشوفها ما كانش لسه الدقيق اختفى منها خالص. عجنتها تاني شوية، وهسيبها بقى ايه كده. العجينة حلوة، ما بتلزقش في الايد، وهي بتلزق حاجة بسيطة بس مش عايزاها تلزق قوي. هي هنا بس لما سبتها ترتاح شوية، وبعد كده جبت دقيق ورشيته على الرخامة قدامكم، علشان اعرف ان انا افردها. واحنا عايزين العجينة تبقى مستطيلة مش مدورة، علشان نعرف نلفها رول. تمام. انا هنا كنت بحاول اعملها مستطيلة، فما كانتش جاية معايا، فانا حاولت بقدر الامكان، وفي الاخر زهقت وقمت قصها يعني قصها بسكينة، يعني مقطعاها كده من الجناب بالسكينة بحيث ان هي تبقى معمولة مستطيل. وطبعا الحتت اللي هي طلعت دي مرمتهاش، لا انا لميتهم مع بعض تاني وعملت منهم حتت زيادة. وبعد كده هجيب قطعة زبدة وامسحها على العجينة من فوق. وهجيب بقى المقادير دي ايه. معايا هنا 2 معلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة كاكاو، ومعلقة صغيرة قرفة، وارشهم على سطح العجينة بعد ما افرد الزبدة على العجينة، واوزعها على العجينة كلها. ارش بقى الحشو بتاعها فوق بقى الزبدة اللي انا مسحها على العجينة. انا هنا جبت خيط، ما يعني علشان العجينة تبقى متساوية، جبت خيط وقطعته بيه. وهاخد بقى الحتة اللي انا شايفينها دي، الحتة اللي هي سايبة دي، خدتها وحطيتها من تحت علشان لما احطها في الصينية يبقى ما يفتحش معايا في الفرن.
طبعا هكمل باقي العجينه كده اقطعها بالخيط، ان الخيط بيطلعها متساوي، انما لو بسكينه هتطلع ملخبطه شويه. هاخد كل حته كده اقفلها من تحت، بحيث ان انا لما بعد كده لما ادخلها الفرن ما تفتحش معايا في الفرن. انا هنا طلعتها من الفرن بعد ما خدت وش بسيط كده من فوق، ورشيت عليها كوبايه لبن. انتي هنا لو عندك لبن رايب تمام، إيه حطيه عليها، او حليب مكثف تمام. هنا بعد ما طلعت بقى وحطيت عليها الصوص بتاعها.